في مجال التوعية الصحية في مملكتنا الغالية، وسيرا لخطى تعزيز الصحة لأسبوع الخليجي الثاني تحت شعار الوقاية من مضاعفات السكري، نستضيف الدكتورة ابتهاج الشيخ، استشارية طب عائلة وأخصائية سكر. خلونا نتعرف ما هو مرض السكري. طبعا مرض السكر هو ارتفاع نسبة السكر في الدم وما يصاحبه من مضاعفات على الأوعية الدموية الدقيقة، على الكلى، على القلب والأعصاب. في نوعين لمرض السكري وإضافة إلى الثالث، خلونا نعرف شنو هما. هناك 3 أنواع لمرض السكري، النوع الأول، النوع الثاني، وسكري الحمل. النوع الأول عادة يصيب الأطفال والشباب ما دون سن 30، عادة يشكل لنا 5 إلى 10% من مرضى السكري. عادة يكون في مشكلة في خلايا بيتا المفرزة للأنسولين الموجودة في البنكرياس. عادة ممكن يصير فيروس ممكن يكون يأثر على هذه الخلايا، أو يكون مرض جيني، بمعنى أنه يكون تتولد أجسام مضادة في جسم هالإنسان ضد خلايا الجسم فتتلف لنا في خلايا البنكرياس. وعادة يكون يصاحبه مثلا يجيك المريض يشتكي من شدة العطش، كثرة التبول، فقدان في الوزن، إعياء عام، وعادة يكون سريع الحدوث، يعني ياخذ له تقريبا أسبوع المريض يشتكي من تعب وإرهاق لما يروح إلى المستشفى ويشخص على أن عنده السكر أكثر من 500، ممكن أكثر من 600. النوع الثاني عادة يصيب الكبار أو يصيب الأشخاص فوق سن 40، عادة يكون مصاحب للوزن الزائد أو البدانة المفرطة، يتأثر أو يؤثر عليه نمط الحياة اللي احنا نعيشه من زيادة في الحلويات، النشويات، زيادة في أو مثلا قلة في الحركة أو قلة في النشاط، ويشكل لنا تقريبا ما يقارب من 90 إلى 95% من مرضى السكري. طبعا يصاحبه مضاعفات ثانية مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ارتفاع الضغط، أو ممكن ارتفاع في الدهون الثلاثية. فطبعا ممكن يأثر بسرعة على القلب، على الأوعية الدموية، على الكلى، لأن عادة يشخص المريض لما يجينا اليوم عنده سكري مرتفع، قد يجوز عنده من 5 سنين يكون السكر وهو ما كان يدري، فممكن يكون أثر على الأوعية الدموية، أثر على الأعصاب، ممكن يكون أثر على الكلى، فيكون المريض ممكن يجيب شكوى بس تنميل في الأطراف، ممكن يجيب شكوى بس مثلا إنه يروح بكثرة للتبول، أو مثلا شرب سوائل أو شرب الماء بكثرة. طبعا النوع الثالث وهو سكري الحمل، ويحدث فقط في فترة الحمل. عادة ممكن ان في 90% من المرضى ممكن يختفي منهم هاي النوع من السكر، يبقى 5% ممكن انه يبقى معاهم هذا النوع، خاصة اذا كان في وزن زايد، في قلة في الحركة، او النشاط مثلا ما في نشاط بدني. وما هو نوع التغذية والنمط الغذائي المتبع لهاي الأنواع؟ طبعا العلاج لكل نوع يختلف، على الرغم ان كل انواع السكر يشتركون في تغيير نمط الحياه، التغذيه السليمه، النشاط البدني، ان هاي لازم في النوع الاول، النوع الثاني او سكري الحمل. لكن النوع الأول عادة عن طريق حقن الأنسولين، يعني ما نقدر نستخدم الحبوب أو العقاقير إلا حقن الأنسولين. أما النوع الثاني فطبعا بالإضافة إلى النشاط البدني، تغيير نمط الحياة، نحتاج نبدي المريض على أدوية مثل الحبوب، مثل نبدي عادة احنا بالميتفورمين أو نسميه الجلوكوفاج أو المنظم للسكر. طبعا ما ضبط مريض السكر على النوع الأول نلجأ إلى نوع ثاني وثالث. طبعا بعدين إذا المريض ما قدرنا ان احنا نتحكم في مستوى السكر مع هاي الادويه والنشاط البدني، نلجا الى الانسولين، يصير كأن النوع الاول بدي يحتاج الى حقن انسولين. طبعا سكر الحمل على حسب، ببدي بنشاط وتغذيه سليمه. طبعا ما نقدر نستخدم الادويه او الحبوب لمرضى السكري الحمل، فعشان كذي دائما يعالجون بالانسولين. طبعا مريض السكري سواء النوع الاول، النوع الثاني او سكري الحمل يحتاجون الى تغذيه خاصه تكون تلائم المرض، يعني بمعنى ان يحتاجون ان يقللون من النشويات، يقللون من الحلويات، من العصائر، من المياه الغازيه، يحاولون دائما يكثرون من الخضروات او من السلطات. طبعا يحتاجون الى تقريبا 3 وجبات رئيسيه، بالاضافه الى تقريبا 2 أو 3 وجبات بين الوجبات الرئيسيه.
الرئيسية. وهل الرياضة ضرورية لمريض السكري؟ وشنو هي أنواع الرياضة اللي ممكن يمارسها؟ الرياضة ضرورية لكل الناس بشكل عام، بس مرضى السكري بشكل خاص وايد تساعد الرياضة على أن تساعدنا أن نتحكم في مستوى السكر في الدم. طبعا بالنسبة للمرضى اللي ياخذون انسولين ممكن ان احتياجهم لجرعات الانسولين تكون اقل، لانه بيكون في عامل ثاني هو عامل الرياضة اللي يحسن حساسية جسمنا للانسولين او حساسية جسم المرضى للانسولين، فبالتالي احتياجهم للانسولين يكون اقل. طبعا كل ما احتجنا كميات اقل من الانسولين ما راح يزيد المريض في وزنه بشكل كبير، لان نعرف احنا من المشاكل اللي تواجهنا مع الانسولين هو يزيد في نسبة في الوزن. فعشان كذي لما يكون المريض انه يسوي رياضه او نشاط بدني فالاحتياج ماله يكون اقل، فبالتالي ان الوزن ما يزيد اكثر. طبعا اي نوع من انواع الرياضه ممكن ان المريض يسويها، ولكن اسهل نوع هو عندنا رياضه المشي، فيحتاج المريض تقريبا الى نص ساعه في اليوم لمده 5 ايام في الاسبوع، اي ما يعادل ب 150 دقيقه في الاسبوع. وخلونا نعرف أكثر عن المعدل الطبيعي للسكر لمريض السكري. المعدلات الطبيعية أو المعدلات اللي نقول عنها أن المريض تحت السيطرة أو أنه مسيطر على نسبة السكر هي تقريبا أن يكون معدل السكر التراكمي اللي هو يعطينا فكرة عن مستوى السكر في الدم خلال 2 إلى 3 شهور لازم يكون أقل من 7. طبعا في بعد ممكن بعض المرضى يكون قبل الوجبات أو ساعتين بعد الوجبة. طبعا قبل الوجبات نحب أن يكون مستوى السكر في الدم بين 80 إلى 130. طبعا بعد الوجبات بساعتين يكون أقل من 180. وشلون يؤثر زيادة الوزن على مرض السكري؟ من أسوأ الأشياء اللي تأثر لنا على مرض السكر وهو زيادة الوزن. زيادة الوزن يأثر لنا على احتياج المريض للأنسولين، راح يحتاج كميات أكبر، راح يكون طبعا ممكن إذا كان الوزن حاول إنه يخلي الوزن في المعدل الطبيعي راح يحتاج بس نوع واحد من الحبوب. طبعا كل ما زاد وزن المريض راح نضيف نوع أو نوع ثاني وممكن نلجأ إلى الأنسولين. فزيادة الوزن مهم جدا إن المريض يحاول يتحكم فيها، وقدر الامكان يحاول يخلي وزنه تحت في المستوى الطبيعي، ونسبه كثافه الجسم بعد تكون في المستوى الطبيعي. ويا ترى شنو هي اهم النصائح اللي راح نقدمها حق مريض السكري؟ هناك نصائح تقدم للناس بشكل عام. طبعا اي انسان يحاول انه يغير من نمط حياته على اساس انه يتجنب انه يصيد السكر او يصيد الامراض الثانيه مثل الضغط مثل الكوليسترول. طبعا مريض السكر بشكل خاص يحاول يكون له نمط غذائي خاص، يحاول يكون له رياضه مستمره بشكل مستمر، يحاول يخلي وزنه في المعدل الطبيعي، يحاول يفحص السكر على فترات، ويحاول دائما يلتزم بانه يشيك السكر في البيت إذا كان مرتفع أو إذا كان نازل عند مرضى السكر النوع الأول أو المرضى اللي يستخدمون الأنسولين باستمرار، إنه يسوون مراقبة لمستوى السكر عندهم على أساس يحاولون يعدلون في جرعاتهم أو يقللون من الأنسولين إذا كان نازل السكر عندهم. نصيحتي لجميع الناس انهم اذا كانوا ما فحصوا ولا مره مستوى السكر يروح يتوجه الى المركز ماله او المركز التابع للمنطقه ويحاول يفحص السكر، لان ممكن يكون عنده السكر في البدايه وما قاعد يحس فيه او ما قاعد يشعر فيه، او المرضى اللي قاعدين يحسون بكثره في التبول او عطش شديد بعد يروحون يفحصون على اساس يكون ان نكتشف السكر من البدايه ونحاول ان نعالجه. وشكرا لحسن متابعتكم. تقدرون تتواصلون معنا على المواقع التواصل الاجتماعي.